مساء الجمال والكريستال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ انا عندي ليك سؤال مهم كده. مش ملاحظ ان الاعمال اللي في الزمن القديم زادت قوي؟ يعني مثلا في اللي واخد نفسه جد من الاول للاخر زي كده والجن وحرب كرموز، واللي اخد نفسه بشويه هزار زي النص درويش، وفي اللي راح في سكه تالته خالص وهي سكه الخيال زي عمر افندي. فتعالى نتكلم شويه مع بعض واقول لك مين احسن عمل اتكلم عن حقبه زمنيه قديمه. مبدئيا الحلقه دي عن الاعمال اللي اتكلمت عن حقبه الانجليز، اللي انا بالنسبه لي دي اكتر حقبه اتكلمنا عنها اخر فتره. يعني مش هتلاقي ولا الممر ولا الحشاشين. فيلا بينا نبدأ بسرعة بأول عمل نزل معانا وهو حرب كرموز. توني توني يور يور ماذر ماذر صاحبتي، صاحبتي. غادة عبد الرازق كانت من ألمع ما في الفيلم. أمير كرارة عمل سليم الأنصاري اللي كان عامله قبلها في رمضان، بس في حقبة زمنية قديمة أيام الإنجليز، بس ده اللي عمله يعني. بس ولا أنا ولا أي حد يقدر ينكر إن أمير كرارة عمل إعجاز، إن هو نجح في رمضان وفي العيد الصغير نجح نجاح جبار برضه، وأوفرول هو فيلم لطيف. فتعال نخش على اللي بعده ونزل في 2022 وهو كده والجن. الفيلم ده برضه اتعمل عليه ضجة، بس المرة دي من غير أجانب، ده عشان بطولة أهم نجمين في مصر، احمد عز وكريم عبد العزيز، وكمان معاهم في البطوله النسائيه هند صبري، وكام نجم كمان كده عدايه زي سيد رجب واحمد مالك وغيرهم. وبصراحه الفيلم بدا تحفه فنيه واحداث منطقيه شغاله كل شويه في تصاعد، وحرفيا كله مظبوط. بس بتيجي عند نقطه معينه نبدا بقى نعبط وننسى المنطق ونبدا في فيلم سوبر هيروز خيالي. البطل بياخد بتاع 16 طلقه محدش فيهم بيموت، بس الفيلم فيه حاجات حلوه جدا، زي ان ده اكتر فيلم جمع جميع شكلهم بجد انجليز. ما راحش الشرقيه جاب عيل عينه زرقاء ووشه ابيض وقال لك ده انجليزي. كمان انت عندك حبه تمثيل بجد تقيل قوي، بالذات من احمد عز اللي عمل الدور بشكل رائع وكان مميز جدا، وتقريبا هو كان اعلى حد في الفيلم، وده احلى دور انا شفته لاحمد عز. هند صبري برضه عملت اللي عليها وزياده، وكريم عبد العزيز يا جماعه، انا ما اظنش محتاج اتكلم عن كريم عبد العزيز. يعني بالمناسبه كل سنه وانت طيب يا استاذ كريم على 50 سنه. اتمنى لو شفت الحلقه دي تكلمني، يعني انا عايزك. ومن الاخر الفيلم كان قدامه تحديات كتير جدا، قدر ينجح في كتير منها وفشل في كتير منها برضه. وكمان الفيلم نجح نجاح مش طبيعي لدرجه ان هو في 2022 كان اعلى ايرادات في تاريخ مصر، بس يجي حاجات بعده يعني شالته. بعد سنتين بالظبط من كده والجن في 2024 ينزل لنا مسلسل من بطوله احمد حاتم اسمه عمر افندي. ده العمل الوحيد اللي معانا النهارده اللي مبني من اوله لاخره على الخيال، وكمان ده اكتر عمل ما حدش يتوقع له النجاح اللي نجحه ده. المسلسل نجح بشكل مش طبيعي، وبكل بساطه الناس حبت الرحله الخياليه دي وحسوا كده بالشجن. فاهم الشجن ده؟ انا والله العظيم ما فاهمه، وانا بقول كده ارتجال يعني. وعلى فكره هو مش اقوى اخراج في الدنيا ولا اقوى كتابه ولا اقوى تمثيل حتى، بس نجح لسببين. واحد، المود العام للمسلسل، انك في زمن قديم وواحد بيرجع من الزمن بتاعنا للاربعينات وبيحس بهدوء الزمن ده والراحه وبيلاقي حب حياته. اتنين، سماحه ومصطفى ابو سريع. انا بحب ايه سماعه فشخ يا جدعان، بالذات من المسلسل ده. مصطفى ابو سريع بقى قدم دور عمره، انا عمري ما شفت مصطفى ابو سريع عامل دور بالحلاوه دي ومركز ان هو يعمل دور حلو، مش رايح عمل تجاري يعمل سلق بيض وخلاص. وبصراحه عمر افندي مسلسل في منتهى اللطف، انا بحب المسلسل ده ولسه عامله ريواتش قبل الحلقه باسبوع تقريبا. السنه دي بقى نزل عملين عن الحقبه دي، واولهم النص لاحمد امين. النص هو اكتر عمل مظلوم في كل اللي كانوا معانا النهارده، مع ان بحس النص مسلسل معمول بروقان كده ودماغ نظيف، وهو كمان استكمال لرحله نجاحات احمد امين في الدراما زي الصفاره، ما وراء الطبيعه، جزيره غمام. انا مش من زمن الثلاثينات ده اكيد، يعني مش محتاج اقول لك المعلومه دي، اظن انك عارفها. بس المسلسل ده نقل لي حاله الزمن ده بشكل تحفه، بشكل مبهر بصريا بالنسبه لي. مش عايز ازود عشان انت هتلاقي هنا في القناه شورت بيتكلم عن المسلسل، بس انا بجد بحب المسلسل ده. بحب الشخصيات بتاعته زي النص، زي مرزوق زقزوق باين مش فاكر كان اسمه ايه، زي مثلا اسماعيل ده ايكونيك. انا بجد مستني ان انا اشوف الممثل ده تاني. واخيرا وصلنا لاخر عمل معانا النهارده اللي انا عامله ريفيو واتكلمت عنه في حلقه مصطفى غريب. بالمناسبه يعني لو ما شفتهاش روح شوفها، بس بعد ما تخلص دي يعني خليك جدع ما تسيبش دي وتروح تشوف دي. بس المهم درويش فيلم كويس جدا، مش هرتب فنيا خالص يعني. اول عمل معانا واللي بالنسبه لي اكتر حاجه بحبها اتكلمت عن الحقبه دي هو مسلسل النص. النص يا جماعه مسلسل حلو قوي والله شوفوه. وتاني عمل معانا بالرغم من المشاكل اللي في النص التاني بتاعه هو كده والجن. كده والجن فيلم بجد قوي جدا. رقم ثلاثة هو عمر أفندي. عمر أفندي مسلسل لطيف زي ما اتكلمنا عنه، ومسلسل رايق كده، أنا بجد كنت بفضي دماغي بيه. أربعة هو فيلم درويش، وأنا حاطه أربعة مش خمسة عشان التجربة السينمائية بتاعته كانت حلوة جدا، لأن الأخير ده أنا ما دخلتوش في السينما. وخمسة هو حرب كرموز. بصراحة الفيلم كويس، بس الفيلم فيه مشاكل تقنية كتير، والفيلم أنا زهقت منه. هو كان لسه بيتعرض على روتانا سينما من شوية والله قبل ما أصور. حابب أفكرك إن ده الترتيب بتاعي، إن أكيد عندك ترتيب مختلف اكتبوا لي تحت في الكومنتات. المهم كل الأعمال دي فيها حبة عناصر مميزة،
بس أتمنى نفتكر إن تاريخ مصر أكبر بكتير من فترة الإنجليز، عندك فترة محمد علي والعثمانيين والمماليك، عندك فترة الاحتلال الفرنسي، عندك فترة الفراعنة اللي هي تاريخنا أصلًا، وفترات زي احتلال الروم لمصر أو الفتح الإسلامي. أنت تاريخ مصر غني جدًا إنك تعمل منه أعمال درامية تقيلة. أتمنى نبدأ بقى نطلع من حقبة الإنجليز دي، نعمل أعمال تاريخية حلوة. يعني لمّا عملنا عن الحملة الفرنسية عملنا سر والباتع. طب ده كلام ده طيب، طب يعني إيه العبط ده؟ المهم لو أنت لسه مكمل لهنا فأنا باحبك لإنك جدع، فكمّل الجدعنة دي باللايك والشير والسبسكرايب واكتب لي رأيك تحت في الكومنتات، وبس كده سلام.